صباح الخير. الوصفة ديال اليوم غادي تكون وصفة عبارة على براليني ديال نوازيت واللوز، بناء على طلب ديال البنات اللي دخلوا عندي الانستغرام من تيك توك و تيقولوا لي سعيدة عافاك ديري لنا وصفات في اليوتيوب باش منين نبغيهم نرجعوا ليهم، لان كنت كنخدم معاهم في اللايفات وملي كيبغيوهم ما تيلقاوهمش. لذلك انا قررت انا نصور لهم كاع الوصفات اللي يطلبوني وغنخليهم لهم في اليوتيوب. بالنسبه للوصفه ديال اليوم، كما ذكرت معكم غادي ندير معكم براليني ديال النوازيت واللوز. اللي بغى دير اللوز ديرو كامل، اللي بغى دير النوازيت ديرو، ولكن انا كنفضل ان اللي غادي دير اول مره البراليني دير ديال اللوز. ديال الدار كيجي طبعا احسن من ديال الزنقه، يعني بزاف المرات. هنا الوصفه اللي غادي نعطيكم انايا غادي نكتبها لكم في صندوق الوصف، يعني ما غنمشيش معكم مع الوصفه اللي عندي في الفيديو لانني انا دايره عبر اخر، يعني غنمشي معكم على القاعده اللي غادي تمشيو عليها نتومايا. هنا غديروا 150 غرام ديال نوازيت مع 150 غرام مع 100 غرام ديال اللوز عفوا. دائما النوازيت كنفوتو شويه على اللوز، الا كنت غندير اللوز كنديرو بوحدو، كندخلهم الفران يتحمروا. من الاحسن ديروا كل حاجه بوحدها، دخلوا اللوز يتحمر على خاطرو ومن بعد كديروا النوازيت حتى هو يتحمر على خاطرو. النوازيت حاولوا ما تخليوش يبقى ابيض، يعني ملي كتدخلوا الفران كتبقاو تحركوا باش ياخذ لكم داك اللون الذهبي كامل من الفوق ومن الجناب كاملين. بالنسبه هنا كيبان لكم ان بحال تحرق، راه ما تحرقش، راه غير القشور ديالو مع الاضاءه كيبانوا بحال هكاك. هنا غادي نخليه يبرد باش من بعد غادي نجي نحيد ليه ديك القشره كامله، لان غادي خصني نقشرو. واللوز طبعا كنخليه بالقشور ديالو. هنا غادي ندوز ندير معكم هاد الطريقه هذه اللي ساهله بزاف. انا عاده كندير الطريقه الاخرى اللي كندير السكر ومن بعد كندير اللوز والنواريط ما محمرش. البنات اغلبيتهم كيتحرق ليهم اللوز بديك الطريقه. هنا غادي ندير السكر اسيك، يعني غندير كراميل اسيك، ما غنديرش معاه ما غنديرش معاه الماء. كندير القياس ديال السكر حتى هو غادي ندير لكم في صندوق الوصف اللي غنعطيكم وصفه مضبوطه. كنديروا فوق النار اولا فوق البوطه حتى كيولي على شكل كراميل. كنديروا واحد في الاول على نار مهيله، ملي كيبدا يذوب كنبدا نحركو باش ما نخليهش يتحرق ويعطينا داك اللون الغامق. ملي كتوصلوا داك اللون الغامق كيطلق لكم المروره. صافي ملي كنتحصل على هذا اللون هذا تيكون ذهبي، كنكون ديجا انا موجده ورق الزبده اولا الا عندكم داك السيليكون كتفرشوه على سطح العمل اولا على اي رخامه اللي عندكم باش يدغيا يبرد لكم. كنسرحوا رقيق، حاولوا ما تخليوش غليظ باش ما يخسرش لكم الماكينه ديالكم. كنسرحوا على هذا الشكل هذا، سرحوا بالسباتول اولا بملعقه خشبيه. من بعد ملي كيبدا يبرد اولا ملي كيبرد تماما كنبدا نهرسو بهذه الطريقه. يمكن لكم تاخذوا غير مدلك وتبقاو تضربوا باش يتهرس لكم مزيان. انا درت لي غير هذه الطريقه لان درتو رقيق بزاف، يعني كما ذكرت معكم حاولوا انكم ما ديروهش يعني غليظ باش ما يخسرش لكم الماكينه. هذه الطريقه كتجي ساهله وحتى اللوز ديالكم كيتحمر مزيان وكتجي حتى هي عمليه. الوصفه الاخرى اللي كندير انا عاده اللي ديجا حاطاها انا هنايا في القناه حتى هي مزيانه، انا كنفضلها، يعني كندير طياب واحد، كندير الكراميل وكندير اللوز والنوازيت في دقه كيطيب كامل. ولكن كما قلت لكم كاين بعض البنات كيفوتوا اللوز في الطياب مع الكراميل كيتحرق لهم. هنا كنحاول انني يعني ما نضربش يدي لانه تيجرح، ردوا البال الا كنتو كتهرسوا فيه لا يجرحكم لانه تيكون ماضي، يعني بالاخص الا درتوه رقيق بزاف تيكون ماضي. غادي نهرسو كامل وغادي نخليه في ديك الطبيسي اللي حدايا، وغادي ندوز باش نقشر النوازيت كامل، نحيد القشره ديالو. خليه حتى يبرد، يعني ما تحاولوش تحيدوا ليه القشره وهو باقي سخون، حتى يبرد على خاطرو من بعد ديك الساعه قشروه. كاينين بعض الحبيبات ما تيبغيوش تحيد ليهم القشره، ماشي مشكل، غير خليوه غير هو، حاولوا يعني ما تخليوش كله بالقشره يعني ما امكن. واللي ما كتبغيش تحيد القشره غير خليوها ماشي مشكل. كنتاكد انه تحمر مزيان، يعني كتحلوا شي حبه من الوسط كتشوفوه انها داخلها الطياب مزيان. النوازيط قبل ما تشريوه دائما يقولوا البائع على وزن الحلويات يعطيكم الذوق، لان النوازيط ما كيتباعش بزاف، هذه حاجه معروفه. هذه كتكون فيه ريحه الغمال، ملي كتكون فيه ريحه الغمال كتصوبيه بخاليني راه ما تقدريش تاكليه، يعني غير انت كتاكلي كتشمي ريحه الغمال. يعني ذوقيه هو الاول بان لك فيه ريحه الغمال او كنتي انت مزروبه باغا تصاوبي بخاليني ديري ديال اللوز تا هو بوحدو كيجي زوين. انا من بعد ما غادي نقيه كامل غادي نحيد ديك القشره كامله، غادي نخلطو هو واللوز وغادي ندوز باش نبدا نطحنو.
غادي ناخذ الطحن الكهربائي. خذوا اي طحانه عندكم نتوما كطحن لكم مزيان، العطريه اولا اللوز. غادي نخلط فيها المكونات كاملين، ومن بعد غادي نبدا نخدم الماكينه ونحبس. يعني ما تخدموهاش دقه واحده باش ما تخسرش، باش ما يخسرهاش لكم هذاك الكراميل. من بعد كنبدا نطحن شويه ونحبس، كنبدا ننزل دوك الجوانب اللي كيطلعوا. ضروري انكم تنزلوهم باش يتطحنوا لكم مزيان. الا خليتوهم حتى الاخر وخلطتوهم مع الخليط، ملي غتبداو تاكلوا البخاليني ديالكم غتحسوا بحال كتاكلوا طريفات ديال الزاج، لان داك الكراميل كيعطي هذاك المذاق. يعني ما كيتطحنش مزيان، خصكم تطحنوه مزيان. كنبقى نطحن وكنحبس، كنطحن وكنحبس. انا هنا سرعت الفيديو لان كنت مسجله طويل، جاني طويل ودرت سرعته ونقصت منه صافي. حتى كنتحصل على هذه النتيجه هذه كما تيبان لكم. كاين اللي كيبغي يضيف ليه معلقه ديال الزيت، يعني كتبغي، يعني الا بغيتو زعما توفروا الوقت انكم باش توصلوا لهذه النتيجه، ولكن انا كنفضل انني ما نضيفش الزيت وكنبقى نحاول معاه. يعني كيطلب شويه ديال الوقت، ولكن كتخدمي الماكينه شويه وكتحبسي شويه حتى كتوصلي لهذه النتيجه هذه. كناخذ واحد الاناء كنحطو فيه في الاول، كنخلطو مزيان باش كينسجموا ليا دوك المكونات كاملين. الا بان لكم باقي فيه شي طريفات ما مطحونيش، رجعوا عاود طحنوه مزيان. كما ذكرت معكم خصو تطحن كامل مزيان باش ما يجيكمش فيه بحال الحبيبات، يعني خصو تطحن مزيان. الحبيبات ديال اللوز ماشي مشكل يكونوا فيه، غير انا يعني كنهضر على الكراميل، ما خصوش يكون باين فيه بزاف، يعني خصو يطحن مزيان. من بعد كنديرو في واحد الاناء ولا شي بلاط تكون كتسد مزيان، وكندخلو للثلاجه. كيبقى طويله، يعني كيبقى انا ما كنفوتش يعني سيمانه صافي كنحيدو. يعني دائما كندير الكميه اللي غادي نحتاج. المهم ان ديك البواط اللي غديروا فيه هي تكون مسدوده مزيان. انا هذا كنخدم به في الكيك ديزاين، في لي غاتو غلاسي، ميني طارت. كنخدم به بزاف الحلويات وبزاف الوصفات، وحتى في صابلي. يعني كاين وصفات بزاف يعني ممكن تخدمي به. هذه هي الوصفه ديال اليوم اللي هي ديال البخاليني. هنا غادي نقول لكم بسلام عليكم، وغادي نتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى.